عايش يا كابتن. اقول ايه؟ فلوج جديد، وعندنا ان شاء الله النهارده بي ار جديد في الديد ليفت، فنشوف اللي هيحصل. جيار مش عارف هتيجي ولا لا. طيب بص بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا مش نايم كويس، مش واكل كويس، بتمرن في ميعاد مش ميعادي. ايه تاني؟ كل حاجه بايظه، بس على الله يعني. انا داخل وخلاص. لو ما جاتش او لو حسيت التسخين تقيل ممكن اشوف يوم تاني بقى، يعني مره تانيه. ما تيجي اصلا تخش معايا؟ لسه بسخن امامي وخلفي. تسخين المبتدئين ده تصاب ليه؟ عشان انا ما بحبش اعمل قلق انا بالتصوير. ماشي. طيب كده خلصنا التسخين الدايناميك وكده، نبدا بقى في الديد ليفت. هنسخن 4 مجاميع، وعندنا واحده مجموعه واحده بس هنلعبها وهي التقيله يعني. فين البار؟ نجيب من هناك، وده البار بتاعي. طيب جبنا البار. اوزان ايه يا عم؟ اول مجموعه هنعمل 20 عده بالبار فاضي. انا حاسس البار تقيل، حاسس البار تقيل بجد. نسخن تاني مجموعه ب 20 في كل ناحيه، 5 عدات. البار مش عايز يطلع من فلوس. ايوه بريح 10 دقايق ساعات يعني. والله 10 دقايق لما صرت على البنش. يا اسطى انا بدماغي. لا اهدى انت بدماغي ازاي؟ تقلقش، عيب عليك. طبعا هنحطها يعني. وجبنا لكم مع المفاجاه الكبرى ومفاجاه كل كابتن محمد. اسمه محمد تاني. احمد كابتن احمد رفيق البنش بريس ورفيق الكليه. كوتش عامل ايه؟ شفته في الجيم. يا حبيبي ازيك يا كوتش؟ الحمد لله والله كله تمام. يا جماعه احمد حلق. لا يا اسطى مش عاملها. ماشي. فخايب بقى. عنده ايه؟ عندي رهاب اجتماعي حاليا. عنده رهاب اجتماعي. لسه ما اتعودتش الشكل من غير الكاب. طبعا انا مش هشيل الكاب، ما تستنوش ان انا هشيل الكاب. التربيه الرياضيه بتعمل اكتر من كده والله. ماشي اللي جاي. يا اما هتشيلها فاختار لك بقى حاجه من الاثنين. همشي. يلا احط ال 50 بقى اللي جاي. 50. طيب احط 50. ساعات بيساعدني احط الاوزان. طيب ده القفل اللي هو كده. ده جايب ده. نبدا بقى ايه؟ حزام، عدد واحد حزام. تعالى كده هنزقها شمال شويه بس. انت متخنت ولا ايه؟ جت كويسه، جت سريعه. حاسس انها جت صعبه. لسه ايه؟ انا ناقص لي مجموعتين واخش. ناقص لي واحده كمان. سخن لسه. نبدا بقى نريح 5 دقايق ونخش ال 70. 70 اللي جاي. 70 ولا استنى؟ 70 تبقى قريبه. خلاص 75 عد. يلا ماشي. المشكله مجهز 70 بس. يلا يعني 15 بقى. يلا 5 دقايق احط الصبنيل. ده الوزن اللي انا عايز اشيله بس مش عارف اشيله. هيشيله. انا واحد اعتبرني شلته. عارف اللعبه اللي هي بتبقى كده دي، اللي هي تبقى كده يبقوا 2 قدام بعض كده على حاجه زي دي وحاولوا يوقعوا بعض. اللي هم فيها في البحر دي يقعدوا ايوه مش هحطها دي. اوعى. انا لسه كان هيجي سترايك من شويه. حطيت حاجه تبع مش هقول بقى عشان يوتيوبر وكده. تبع ايه تبع الناس اللي هي بتتموت. لا مسحوا الفيديو. والله يا جماعه احمد جاي لي مخصوص علشان والله يعني مش عارف الصراحه. المفروض ان انا عايز اشيل 4 عشرينات، يعني كام؟ 80 و80. انا بشيل عادي 3 عشرينات، بجيب 6 عدات بس. طبعا اداء وحش. عايز اظبط الاداء. احنا بنتكلم مين هنا؟ احنا مجانين. اظبط بس الاداء. خلاص انت قلتها هناك. محدش عارف يعملها دي. رونالدو الديد ليفت. شكلي فورمال. بيعمل لي كده. عشان كوتش. ايوه ما بسخن لسه. خلاص انا كده خلاص تسخين. اللي جاي بقى 90. لسه في سكوات ودراع، بس سكوات خفيف قوي يعني. انت هتموتني. انا مش حاسس ان انا جاهز بجنيه. انا مش جاهز. يا رب اجيبها بنفس السهوله اللي بيلعب بيها كده. يا ابني اوزان خالتي دي يابا. 10 دقايق كمان راحه. بودكاست على البار. يلا ماشي. يلا حط بروتين امتى انت؟ قلنا المره اللي فاتت على التليفون. بروتين بقى. والله البروتين برضه عمري ما افتكر يعني. انا خدت بروتين، بس انا باخد بروتين من ساعه ما اتولدت يعني. صح ولا ايه؟ مش بناكل ونشرب. ما خلاص عايزين قول من الاكل مكمل يعني. لا كمكمل مش اكل. بص اول بروتين جالي في حياتي او اول مره خدت بروتين كان ممكن بقى وانا صغير جدا في بيت عيلتي يعني. كان ابن خالتي الكبير يوسف
سلم على وشي. وكان بياخد بروتين فقال لي جرب كده مره وساعتها حسيت بقى بفرق ولا؟ فرق ايه؟ انا كنت لسه طفل اصلا. انت تنصح الناس اللي هم ياخدوا بروتين ولا كرياتين؟ يعني انت تاخد الاثنين، تاخد الاثنين مع بعض عادي. قدامه يجيب بروتين او كرياتين، تنصحه ان هو يجيب ايه؟ انصحه انه يجيب كرياتين. بروتين يكمله من الاكل. طول اليوم بيقعد يسالني اسئله قد كده ما اعرفهاش حاجه، ما اعرفهاش اجابه. التصوير ما اعرفش عايز اقول له ايه. انت ايه الهدف اللي انت عايز توصل له؟ الهدف اللي عايز اوصل له ماشي حلوه دي. يعني ممكن مثلا ان انا في الباور ليفتنج بقى، انا مثلا اخش بطوله وادي فيها كويس جدا واخد بقى اول والكلام ده. انا لسه ما خدتش اي بطولات يعني، نفسي ان شاء الله. ماشي بس نتطرق لموضوع، اصل كنت بكتب تعبير زمان وانا كويس في العربي يعني. عايزين نتكلم شويه عن ايه؟ تربيه رياضيه. لو دلوقتي علوم الرياضه. علوم الرياضه. عايز اقول ان في ناس كتير قوي بتخش الكليه وهكذا ان الكليه دي هتديهم كل حاجه في مجال الرياضه، او انا داخل كليه تربيه رياضيه فانا خلاص بقى اسمي كابتن عندي كل حاجه في الرياضه. ده مش حقيقي. الكليه دي عماله تديك مبادئ غير بقى في التخصص لما اساسيات يعني. اساسيات بالظبط كل حاجه بقى. فانت لو واحد اصلا بتسمع عن الرياضه بتحاول تتعلم من بره تبقى عارف حاجات كتير جدا في الكليه، وده من اسباب بقى ان انت تبقى متفوق في الكليه، ان انت اصلا داخل وعندك معلومات في الرياضه عموما يعني. ان موضوع ان انت تعتمد على الكليه بس تطور نفسك بقى، تسال اكتر وتعرف تاخد معلومات اكتر وتاخد كورسات والكلام ده، مش هتعمل اي حاجه. هتبقى زيك يعني، هيبقى معاك شهاده اسمها شهاده الرياضيه واسمك كابتن واسمك مدرب برضه، بس انت ما تفهمش اي حاجه. فاعتمادك على الكليه لوحده مش هيبقى احسن حاجه، لان هي كده زي ما بقول لك بتديك مبادئ هي في الاول كويسه زي اي كليه لازم تطور من نفسك. أيوة تطور من ذاتك. بالذات بقى في المجال بتاعي اللي انا بحبه يعني شهاده الكليه التربيه الرياضيه ممكن تاخد كورس زي كورس مثلا من اللي بيبقى له 4 سنين بس، فلازم تكمل شويه مع الكليه عشان تعرف تبقى كابتن كويس يعني. انت عايز تبقى تخصص ايه في كليه التربيه الرياضيه؟ داخل الكليه وعارف ان احسن حاجه فيها ده اللي سمعته يعني ان ايه علوم صح هو احسن قسم احسن تخصص يعني. من ناحيه بقى شغله وكده برضه مش عارف يعني، لسه ما حددتش الموضوع ده. يا كابتن باسم عايز توصل لوزن قد ايه وبعدين تبدا تنشيف؟ انا دلوقتي طول ما انا بلعب باور ليفتنج ما يفضلش ان انا اخش مرحله التنشيف دي. بحاول على طول احافظ ان انا شكلي يبقى كويس، نسبه دهوني قليله شويه. فممكن مثلا كل صيف مثلا اقلل الاكل شويه، اقلل البروتين شويه، مع ان انا بلعب باور ليفتنج زي ما انا، بس الفكره ان انا اخلي نسبه الدهون قليله شويه. مش ليك هدف معين ان انت توصل لوزن معين وبعد كده تبدا تنشيف؟ لو بدات انافس في الباور ليفتنج بطولات وكده فانا لازم يبقى ليا وزن معين بلعب ايا كان بقى، هو كان بقى تحت 70 ما اعرفش ايه الكلام ده، فساعتها هيبقى هو ده مثلا الوزن اللي المفروض اوصل له. مثلا عايز اوصل وزن 80 فانافس في وزن 80 تبقى ماشيه بالنسبه لي كده. حاطط الباور ليفتنج هو اللي هيمشيك في كل حاجه بعد كده يعني. اول ما انافس خلاص ابدا بقى اركز على موضوع الاوزان، اوصل وزن كام او انزل وزن كام عشان العب فيه اصلا. ايوه هو ده الباور ليفتنج، هو ده اللي انا دلوقتي بعمله. ممكن قدام كمان مثلا 2-3 مثلا ولا حاجه لو ما صبتش يعني ان شاء الله دلوقتي لا هكمل في الباور ليفتنج، احاول اوصل زي ما مثلا حاولت اوصل لاعلى حاجه في البودي بيلدينج ما وصلتش برضه لاعلى حاجه، بس يعني زهقت يعني. فهكمل في الباور ليفتنج ونفس الموضوع. بفكر العب سباحه قريب يعني. نشوف بقى ان هنبدا امتى. خلص اصلا. يلا يا كابتن عاش خش. هتيجي ما تعرفش ترجع ارجع لو ما جاتش فانا مش هتضايق تمام، انا هتضايق من جوه يعني، مش هتضايق قوي تمام. ليه؟ لان انا عارف ان انا اعمل حاجات كتير. انت كده يا كابتن واصل ليفل عالي اصلا. ماشي بيستعد نفسيا حاليا. ماشي عادي حاول كتير هتيجي. ما رضيتش احاول كتير ايه هتيجي. اصل التكنيك ده متعود العب بيه التكنيك ده، مش هفكر كتير. انا مش فكرت كتير قوي. اعملها بشداد. لا ما حاطط ده اصلا مش شداد. اطلع. ايوه يا ابن اللعيبه. عشيان مش قصدي عليك بس واحده كمان ايه؟ تليفون 7% فاحنا شغالين كل حاجه فاست. طيب الحمد لله كسرت في البنش. ايه كنا بنلعب ايه؟ كسرت في الديد ليفت. الجهاز لا اديله الجهاز خد الجهاز اهو 90.5 عشان احاسب الاف. عندنا دلوقتي سكوات نلعب 3 مجاميع تسخين ومجموعه واحده تمرين سكوات تيمبو 5 ثواني وانا نازل. فاهم حاجه وانا قلته؟ انا ليا بالعمل يا كابتن ماليش في الكلام. انا عاش. سلام على العدة السلبية. طيب دلوقتي هنخش 30 دي اخر مجموعه تسخين. طيب بصوا انا دلوقتي حاسس بشويه شد في القطنيه، فتحسبا للامان يعني هخش دي اي اخر واحده بس كده. وصلنا لاخر الفيديو. قولوا ما شاء الله. وصلنا لاخر الفيديو بس مش اخر التمرين تمام. خلاص التليفون بيشطب فهيخش هو تقريبا ممكن ما يكونش بيصور. احنا لسه شاكلين باي اللي هو المهم ان هو اهم حاجه. ايوه هو اصلا الفيديو عن كده بالظبط. فخلاص هلعب الشاكلين باي واحنا كده خلصنا. نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. وخلاص كده 5 اسابيع مفيش كسر او 6 كمان وبعد كده نرجع تاني. اشوفك في الكسر اللي جاي ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا. انا اشرف حبيبي.